السلام عليكم. طبعا مصر كلها نفسها تعرف مين الصفقة المحلية اللي الأهلي بيجري وراها. أنا جبته، والله العظيم جبته. اللاعب ده انضم لمنتخب مصر وعنده 25 سنة وبيلعب هاف ليفت. اسمه مصطفى عبد الرؤوف زيكو، بيلعب في نادي حرس الحدود. ده اللي اكتشفوه لجنة المواهب اللي في النادي الأهلي. طبعا دي لجنة جديدة كده هم عاملينها من الباطن، تكتشف كل المواهب اللي موجودة في الكرة المصرية. اللاعب ده هيكسر الدنيا بعد 3 مباريات بس من استمراره في الدوري الممتاز يتاخد منتخب مصر. طب جبناه ازاي؟ يعني الدكتور علاء صادق كده ساب يعني شوية مفاتيح على شوية حاجات، خلانا ندور. برافو دكتور علاء صادق، نشكرك على المفاتيح اللي انت اديتها لنا عشان نقدر نوصل للمعلومة دي. لا بجد ألف شكر دكتور علاء صادق، يا اللي انت تفضل في نظري إلى ما لا نهاية أفضل إعلامي في مصر. شكرا ليك. كل سنة وانت طيب يا كابتن محمد أبو تريكة. متنسوش تتابعوني وتدعولي، ولو ليكوا أي سؤال حطوا في الكومنتات. السلام عليكم.